حبيبتي يا ماما متحرمش منك يا رب. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. واللي هيشوفني طبعا بالليل يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء كل حاجة حلوة. يا رب كده تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. فيها سمسمة رايحة فين كده؟ تعبانة، ريحي ريحي، ما تقليش على نفسك. ما باليد حيلة يا جماعة، ما باليد حيلة. هنودي الحلة البلبلة النهاردة، وهاخد لها برضو العيش اوديهولها ونغير جو، يعني اخرج من البيت بقى، لاني انا بصراحة زهقت جدا. يعني القعدة في البيت بايخة، وبالذات لما تبقي متعودة كده ان انتي كل يوم او كل يومين تروحي كده لمامتك، وفجأة كده تلاقي نفسك غصب عنك طبعا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وما تشوفوش اي حاجة وحشة ابدا ابدا. الاقي نفسي كده قاعدة، يعني مش غصب عني اخرج، او غصب عني مش عارفة اروح، غصب عني مش عارفة اجيب كل حاجة انا عايزاها وانا محتاجاها. واخدين بالكم؟ فهاخد بعضي دلوقتي وهنزل اودي البلبلة كده الحلة والعيش وكذا حاجة برضو كده عندي، المفروض انا هوديها لها او اديها لها، ونصور بقى معاها ونشوف الدنيا فيها ايه. والناس الجميلة اللي عايزة تشوف بلبلة يلا كده معانا النهاردة. الفيديو ده عشانكم انتوا، لكل حد سأل على امي وعايزة اطمن عليها، فيلا بينا. طبعا اللي انا لابساه دوت هلبس فوقيه العباية بتاعتي سريع على بلبلة وعايزة اشوفها، فعايزة اقول لكم الفيديو ده ليكم. تمام، فيلا بينا كده نروح عند بلبلة ونشوف الدنيا فيها ايه، ونطمن برضو عليها وهي كمان تطمن عليا. واخدين بالكم؟ فيلا بينا. في حاجة جوه الحلة، والطبق بتاعها ابيض، كنت هنسى. يلا ناخد الحلة وناخد العيش وناخد حوائجنا ونتكل على الله. يلا بينا. انا جيت يا جماعة والله، وكتاب الله المجيد انا جيت عند ماما اهو، وجبت لها الحلة بتاعتها. انا بشهدكم الحلة بتاعتها اهي، وجبت لك عيش يا ماما، وجايبه فيها عيش. الله يبارك لك يا شيخه والله. عايزه اقول لك انا جايبه لك عيش يعني بصي يقعدك من هنا للسنه الجايه. الله الله. ولا تحتاجي عيش ابدا، ولا تحتاج تشتري العيش الله يبارك لك. اللي قد كده ده. والله لو شفت الرغيف ابو 2 جنيه اللي انا جايباه تستغربيه. لا مش عايزه اشوف، اما انا عارفه. طب ما انا عارفه بيبقى عامل ازاي. المهم ان احنا عندنا عيشنا في بيتنا. عارفه طول ما العيش في البيت تحس انك شبعانه مش محتاجه حاجه. بالظبط. وطول ما احمد موسى شغال انا بحس ان انا بيستفزني، يعني بني ادم كده معلش حريقه. الناس بتقولي بلاش تقولي ما بتحبوش، انا ما بحبوش يعني فعلا انا ما برتاحش. خلاص خليها في سرك، فخليها في سرنا. خليها في سرك يا سماء. ماما كويسه والله الحمد لله وبخير. الناس كلها ماما سألت عليكي والله، سلمي عليهم كتير. لا هي انت سلمي انت بنفسك، ماليش دعوه. طب ما تعملي بس. تعال نحط العيش في الفريزر. عشان ايه؟ عشان ماما ايه ساعات بتنسى العيش وبتسيبه بره ف بيبوظ. لا مؤاخذة يا ربي. ايه ده؟ في ايه؟ العيش حالف ما يخش الفريزر. لا دخل اهو الحمد لله الحمد لله. ازيك يا بلبل؟ اهلا. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. وحشانه يا ماما والله، وحشه الناس جميعا، الناس كلها. سلام عليكم حبيباتي الاعزاء الجميلات الكريمات. كل سنه وانتم طيبين وبخير وسلام يا رب العالمين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وكمان مره يا رب تكونوا بخير. وحشتوني تكونوا بخير جميعا وبصحه وسلام وبركه في الرزق وبركه في العيال، وربنا يطمنا عليكم جميعا وعلى نجاح ولادكم باذن الله.
ويجعل يا رب كده امتحاناتهم خفيفة سهلة مية بإذن الله الثانوية العامة، ويوفقهم جميعا بإذن الله. وحشتوني 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 كتير بجد. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا برضو يا جماعه، والله العظيم بصوا. الفيديو ده لا بصين. بيتحضر له ولا في اي حاجه، بس الحمد لله والشكر لله. نهار ابيض. بس انتوا رأيكم ايه في سمسمة يا جماعة؟ شايفينها ايه النهاردة عن قبل كده؟ يعني انتوا كان ليكوا شكله رؤية إيه؟ اكيد يعني. ايوه ايوه يا ماما. ماما انا عديت على دكتور السنان وانا جايه عشان ضرسي كان واجعني. انا قلت لها لا، انت هتاخدي بنج تاني دلوقتي ما ينفعش. طب اعمل ايه طيب وانا ضرسي واجعني كده؟ معلش استحملي بقى، حطي عليه اسبرينة، خدي اسبوسيت حطيها فوق منه. فوق في الضرس المخروم. حطيها يعني كده تسكنه، او قرنفلة، حطي قرنفلايه. يعني المفروض انا يعني ما اخدش بنج دلوقتي فعلا؟ يعني ايه رايكم يا جماعه؟ لا ما تاخديش بنج يا سماح دلوقتي خالص، انت لسه ما فوقتيش من اللي فات. خلاص مش هناخد بنج. انا المفروض ان انا حجزت عند دكتوره السنان وهروح لها. قرنفلة تسكنه. انا رحت للدكتور دلوقتي، والمفروض ان هي قدامي اتنين يعني هيكشفوا كده، او خلع او حاجه زي كده. قلت بدل ما اقعد، طبعا الكلام ده كله وانا جايه في الطريق، قلت بدل ما اقعد عند الدكتوره اجي اجيب لماما الحاجه ديت وبعد كده اروح لها تاني. بس عايزه اقول لكم بصوا، انا باجي هنا بكسل، لا عايزه اروح ولا اجي، والله العظيم. بيت الكسل العالمي ده. لا شكلي مش هروح تاني النهارده. وبعدين بلاش النهارده يا ستي ماما خلاص. بتقول لي بلاش البنج. لا بلاش بنج دلوقتي خالص. فبلاش النهارده، ممكن اروح لها مثلا بكره واخد ميعاد منها تاني مثلا بالتليفون عادي يعني. معاكي تليفونها؟ معايا التليفون بتاع العياده بتاعتها. طب خلاص اتصلي بيها واعتذري لها وقولي لها اجي لحضرتك يوم الاثنين مثلا. انا احدد لها انا اليوم يا ماما، هي اللي تحدد تاني، هي تقول لي خلاص تعالي بقى يوم كذا. ان شاء الله. فان شاء الله كده نبقى نروح لها في يوم تاني. المهم ان احنا جينا اهو النهارده اهو الحمد لله. تكوني شديتي حيلك والناس كلها وقويتي شويه، وربنا يديك الصحه ويتم شفاكي بخير يا رب يا ان رب. شاء الله. مش قادره اقول لك يا ماما، دعاء الناس الجميل الناس قوي 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 المحترمه والله. الناس الجميله الله يبارك لهم. يعني الله يبارك ربنا لكم يكفيهم فعلا يا شر حبايبي المرض والله. ويبعد عنهم اي مكروه وسوء. يا رب يبعد عنكم كل وحش وكل اذى، ويبعد عنكم كل حاجه كده وحشه يا رب. بيقولوا لي ما طلعتيش ليه بعد العمليه على بيتك؟ ايه اللي وداكي على امك؟ لا انا عن نفسي اهوت يعني كنت زيهم كده، مرتاحش اللي عند امي والله العظيم. يعني كذا عمليه، حتى ولادتي اجري على امي اولد عند امي، اولد عند امي. وفي بعد الام يا جماعه حاجه. حتى جوزي بيقول لي روحي نروح بقى على البيت، قلت له لا 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 انا عامله عمليه. كانت هتروح ازاي؟ هروح لماما هي اللي وكانت تاخد بالها هتعمل مني. ايه؟ وكانت هتاكل ازاي وتشرب ازاي؟ وانا لو انا رحت لها وما لقيتش بقى حاجه عندها ولسه هنبعت نجيب ولسه بتبقى صعبه قوي. ومشاوير البياعين هناك صعب، ويجي ساعتين 3 على ما يجولك. لكن انا حواليا كل حاجه الحمد لله. بالتليفون، مفيش نص ساعه او ربع ساعه بالكتير اجيب طلباتي واعمل لها لحد ما تيجي كده هو انا ما بصيتش لحاجه زي كده بالظبط قد ما بصيت ان انا ايه، عايزه ارتاح وما اشيلش هم حاجه بعد العمل. يعني مش عايزه ابقى اروح البيت يا ترى طب هعمل ايه، طب تشغل دماغها بقى. وبعدين مش وحرام. هشغل بالي بنفسي انا بس، اللي حواليا بقى كلهم فاهمين، وكل بقى منتظر وكل معتمد عليا انا. آه. يعني مش عارفه ليه، وانا بقول ده الغلط مني. هي اختصرت الطريق احسن حاجه انا عملتها. عودتهم على كده، عودتهم على اني بعمل لهم كل حاجه. ربنا ما يحرمهمش منك. فبيجي وقت إن شاء بقى الله. انا عايزه اعتمد على حد بقى، يعني أنا حد عايزة بقى يقف أعتمد جنبي. بقى. انا في ازمه، هي أيوة، أنا في عايزة عمليه كده. يعني عايزه اللي يساعدها، عايزه اللي يراعيها كده يعني. فكان طبعا أأمن مكان وأهدى بقى مكان وأريح مكان. الحمد لله. أمي الست دي ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب لحد ابدا يا رب. ساعة ما خرجت طبعا شكرا للناس الجميله كلها اللي جات لي واللي سألت عليا، والناس اللي كلمتني على الواتس وكلمتني على التليفون، والناس اللي دعت لي كلهم
كتر الف خيركم بجد بجد. ربنا يجعله في ميزان وفي حسنات. ناس برضو والله العظيم بصوا جايين يا لي رب. بكره وكده، و يعني الايام اللي جايه حافله كلها الحمد لله بالزوار يعني. هو كان المفروض اقعد بقى في البيت ما انزلش، بس حسيت ان انا بصراحه زي ما قلت لكم كده مخنوقه، عايزه انزل من البيت، عايزه اغير جو، عايزه اشرب كوبايه ليمون كده بالنعناع باللبن خلي اللي عايز يجي بالحليب. يجيلك على هنا، المهم يجيلك على والله هنا انا اول أقرب. ما طلعت من المستشفى جيت على هنا، الناس والله جت ورايا هنا والله. يعني. كتر الف خيرهم بجد يعني على الله راسي يعني. يسعدكم ما ويفرح قلوبكم يعني محبه الناس ونجاملكم في ديت. الافراح والمناسبات السعيده يا رب، وما يجيبش لحد حاجه وحشه ابدا. يا رب امين يا امين رب. يا رب العالمين. اي حد قال كلمه حلوه تترد لكم في الافراح وفي النجاح والمناسبات السعيده امين يا باذن رب. الله. امين يا رب العالمين. نشوفكم بقى على خير كده في فيديو تاني. الفيديو بتاعنا النهارده كده كان خفيف 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 كده. والله ما عايزين و- نسيبكم يا جماعه، متونسين بيكم خالص وفرحانين بوجودكم معانا. انتوا اهلنا واسرتنا التانية، وربنا يا رب كده ما يحرمنا منكم ابدا ابدا، ويخليكم السمسمه ويقدرها ان هي تسعدكم وتفرح قلوبكم دايما ان شاء الله. ونبقى طاقه ايجابيه حلوه كده يا رب لبعض ان يا شاء جماعه الله، والله. ويبعد عنا وعنكم يعني انا كل عايزه اقول مكروه لكم انا وسوء. بفرح قوي قوي بالكومنتات، والله بفرح بالكومنتات بتاعتكم. اكتبوا لي كومنتات كتير كتير كتير، عشان كده احس كده ان ايه الناس معانا كده. طب اللي نسيونا رجعوا تاني، او وحطوا الناس لها اللي لايكات. نامت يصحوا تاني. واخدين اللايكات يا بالكم؟ جماعه. اصحي يا منطقه عشان ان شاء الله ربنا كده ياخد بايدي اشد حيلي كده واقوم كده بالسلامه، ونعمل بقى مع بعض روتينات ونخرج بقى. عايزه مش اخد ماما دلوقتي يا ونخرج. سماح روتينات، اوعي تعملي مجهود، ما انا قلت لان لما ما اقوم بقى تعمليش اي كده. مجهود خالص الا لما تطمني بقى الشهر الجاي يعدي كده على خير وسلام، وتلاقي نفسك كويسه وتحسنتي، ابدأي بقى. لكن دلوقتي لا، بلاش الحركه الكتير، بلاش المجهود، بلاش الشيل والحط، خدي بالك. عشان طبعا لا نشتغل. معلش عايزين معلش، نشتغل يا جماعه. والله عايزين لو نشتغل قعدتي والله. واتكلمتي كده مع الناس خلاص دي نفتح كفايه لايفات قوي الفتره بالدنيا اللي جايه. يعني. نفتح لايفات الفتره اللي جايه باذن الله، لان كده ما لغايه ينفعش يا كده ما جماعه احس ان انا ان هي قويت. تعمل مجهود ابدا دلوقتي خالص. بس حتى ركوب العربيه او التوك توك او اي حاجه دي، الرجرجه دي مش مستحبه دلوقتي خالص. انا باخد مسكن والله. خدت مسكن يعني. بلاش كمان المسكنات. انا سمعت الدكتور موافي بيقول لك ابعدي عن اي مسكنات علشان ما تتعبش الكلى. ما انا بس. مش بناخد مسكنات يوميا. والكلام يعني لكل فين حبايبي المحترمين يا جماعه، اوعوا ابعدوا عن المسكنات. حد يقول لك مغص اخد برشامه، صداع اخد برشامه، كل الحاجات دي والله الدكتور قالها، كل ده بيأثر على الكلى وبتوصل للفشل. الله يحفظكم يا رب من كل شر. فحبايبي ابعدوا عن اي مسكنات. مش كل واحده ابنها تعبان، بنتي تعبان كده وخدي سكاني، خدي البرشامه دي غلط. محدش يستعمل عمال على بطال المسكنات. بامانه انا سمعت الدكتور والله معروف انتوا عارفين، الدكتور حسام موافي كان في التلفزيون، وانا سمعت المعلومه دي من زمان ان كتر المسكنات بتاثر على الكلى يا جماعه. فاعملوا معروف طبيعي، واللي كمان في والمرضى صحتكم، الضغط واعملوا معروف في العالي. اولادكم. ابعدوا عن اي مسكنات الا اذا الدكتور كتبها بنفسه بروشته. اروح لاي دكتور، اروح لاي مستشفى مستوصف جنبي واشوف الدكتور هيقول ايه وامشي على العلاج اللي هيقول لي لا، عليه. وفي حاجه كمان، بس. مسكنات ممكن تعمل سيوله في الدم. دي حاجه انا عرفتها من الدكتور. فممكن حد يبقى عنده سيوله ياخد مسكن يعمل سيوله زياده، غلط. فغلط. فخدوا بالكم فعلا من حاجه زي كده. انا باخد بس مسكنات لاني كطوارئ يعني، اما بحس بألم شديد كده فباخد مسكنات. وبعدين الدكتور هنا كان حاطط لي الكانيلونه دي هنا في ايديا. بصوا، كان بيدور على عرق لاني ما كانوش لاقيين عروق، ففي الاخر ادهاني هنا، حط لي الكانيلونه اللي هي بيحطوا فيها البنج ديت هنا. فدي عايزه اقول لكم الماني جدا جدا. فانا مش عارفه يعني بس ازاي ليه عملوا كده يعني؟ ليه الزرقان ده ليه عملوا كده؟ قعد يدخل الابره ويطلعها، يدخل ويطلع. انت عارفه ان في هنا بيقولك في الايد اهي هنا في هنا عروق هنا. بحسب الفيديو خلص.
يعني لا ما هي كانت بتدار، قالت لي العروق بتاعتك ضعيفه قوي قوي، هربانه، بتقول لي انت خايفه، بيقول لي انت خايفه، فاهمين؟ فعشان كده العروق هربانه. المفروض عارفة كان إيه ندور على دخله العروق بالبتاع؟ يقفشوا دخله بحاجه بالخوف؟ هنا كده. ما هو يا عملوا كده، وفي الاخر دبي 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 دب طخ في ايديا عشان يطلع عرق، يظهر لي عرق. ده ايه العروق الهربانه دي؟ احنا بص ده مش احنا هنضربكم لغايه اما يبان لكم صاحب. ايوه لغايه ما يبان لكم عرق. ففعلا قعدت تعمل هنا كتير، يدخلوا كده الابره ويطلعوا، يدخلوا ويطلعوها، في الاخر هنا يعني جه في العرق في الجنب هنا اللي لقوه الحمد عرق، لله، يعني ربنا ما شادد حلو يعودهاش تاني يا شويه. رب. والحمد لله، والحمد لله على سلامتي، والحمد الحمد لله لله على على سلامة سلامتك يا ماما. سمسمه يا رب، وما وربنا يجيبلكيش ما حاجه يعودها وحشه تاني، يا رب. ويطمنا يا رب، ويعافينا ويعافيكم كده دايما يا يا رب رب كده، يا رب ونفضل إن مع شاء بعض الله. دايما. واقول لكم بقى باي باي، نشوفكم بقى في الفيديوهات اتشرفنا اللي جايه. بيكوا، وشكرا ليكوا على راسنا، وكل اللي سألت على سمسمة الله يبارك لك. ربنا ما يجيبلكيش حاجة وحشة أبدا أبدا، لا ليكي ولا لحد من عزيز ولا غالي عليكي أبدا يا رب. والله انا كان ويحميكوا نفسي اقرا ويفرح لماما، ولادكوا انا يا هقرا رب لماما دلوقتي إن الكومنتات شاء كلها الله، وما عشان تحرمش تعرف مين منك. كان وكل اللي بيسأل كتب علينا. كلمة حلوة، وكل اللي سألت عليا الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك وفي أولادك يا رب. يا رب. وانتظرونا بقى ايه ان شاء الله، ممكن الفتره اللي جايه دي نفتح لايفات، لو انتوا حابين اكتبوا لي في الكومنتات وانا معاكم على طول باذن الله. هو سلام. أي حاجة هتعمليها هتعجبهم، ان هيحبوها. شاء الله. معلش اعذروني منك كده يعني. الايام ها. ديت والله يعني. هم أكيد انا نفسي عارفين نفسي اعمل ومقدرينك طبعا. فيديوهات وروتينات ونتحرك ونروح ونيجي، بس فعلا غصب عني حبه حبه. الناس يعني واحدة الجميلة واحدة. ما حدش يتأخر عليهم أبدا ان شاء الله. بصراحة. حبيبتي لو حتى ماما. قعدتي كده واتكلمتي دي كفاية بس. محتاجه بوسه، أيوه. بوسه كبيره. أمم. حبيبتي يا ماما، ما تحرمش منك يا رب ابدا. يا رب.